واحد أمريكي اللي بيتكلم عربي وعشت سنة في طلبية وبيعرف يهزر ويقلش مع ناس ازاي. أول حاجة لما جالي فرصة إن أنا أسكن في طلبية للسنة، أنا خدت على طول ورحت هناك. أنا هكون صراحة أول شهرين أنا ما كنتش مرتاح قوي. أول مرة إن أنا أعيش في المنطقة زحمة والشوارع بايظة وكل الدنيا دي، والله خلوني مش مرتاح قوي. أنا كعمر أنا بحب إن أنا يعني استقر في المكان اتأقلم فيه وافهم الدنيا فيه. انا اول باول اتعلمت اركب ميكروباص، اتعلمت افاصل مع تكاتك، اتعلمت اشتري من السوق. كل ده خلى التجربة يعني العيش هناك مرتاح اكتر. وعايز تطلب اوبر مثلا، يعني في كذا سواق اللي مش عايزين يخشوا في الشوارع بايظة، فلازم تتعلم تركب اتوبيس. لو انت ساكن في الحته الشعبيه ممكن مش هنلاقي سوبر ماركت مترو، ولا لازم تبقى عارف تجيب من السوق. لما الناس بيسالوني ازاي انت بقيت شخص متجول وصايم زي كان مثلا بيقولوا، انا بقول له انا عشت فتره في الطلبيه، خدت الشقه في ال30. اكون صراحه برضو ان عندي كذا ميزه. برضو اول حاجه انا اسمي عمر، تمام، وبتكلم عربي وانا اسمراني. لما الناس هناك بيشوفوني بيفكروني يعني ممكن من اسوان ولا السودان، مش امريكي طبعا، عشان الشكل نفسه مش امريكي بالنسبه لهم. فدي برضو بيخلي التجربه مرتاحه اكتر. برضو انا عارف مش اي اجانب ممكن يستحمل العيشه زي كده. بس انا هقول لكم، اول ما انت توصل لدرجه ان انت ممكن تركب ميكروباص لوحدك، تشتري حاجات من السوق لوحدك، وتحذر مع ناس بالمصري، هيخلي الناس بيفكرك ان انت بتحور لما انت بتقول له ان انت من بره.